السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة وصفات أم علي الجزائرية. إن شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا بخير، صحة فطوركم وصحة صيامكم. اليوم على بركة الله جبت لكم طريقة تحضير شربات الفراز اللي هو الفراولة. راح نعملوها مع بعض بطريقة جد صحية، بدون نكهة، بدون ملونات، وبدون مواد حافظة. بسم الله ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله. أولا هنا عندي الفخاز كما راكم تشوفوا، غسلته نظفته شللته، نحيت له هذاك التاج نتاع الحشيشه هذيك اللي تجي في الراس نتاع الفخاز تاع الحبه، نقيته بيان. هنا عندي فنجان صغير نتاع عصير ليمون، عندي نصف كأس نتاع السكر العادي كريستاليزي، وعندي لتر نتاع الماء. بسم الله نبداو على بركه الله باش نخدموا مع بعضنا الشربات نتاعنا. هنا في الطنجره راح نقطع هذيك الحبات نتاع الفراوله كامل، راح نقطعهم هكذا الى قطع صغيره. راح نديروه بطريقه جد ممتازه، وراح يجي بزاف بنين وبزاف خفيف هايل، ما تشبعوش منه نهائيا. اذا هنا قطعته الى قطع صغيره، راح نضيف عليه عصير ليمون، ونزيد نضيف عليه السكر، وراح نحرك هكذا كل شيء مع بعض جيدا هكذا. بعد ذلك راح نضيف لتر نتاع الماء. الماء يا البنات راني درت ماء معدني. راح نخدم مليح وراح نحطه مباشرة، نديه نحطه على النار، تكون النار متوسطة الحرارة، ونخليه يغلي. لما يبدا يغلي نحسبوا الغلية الأولى والغلية الثانية والغلية الثالثة، نطفيو عليه ونحطوه مباشرة يبرد. لازم يبرد مليح يا البنات قبل ما نميكسيوه، لازم يبرد. هنا لما حطيته يبرد هنا راح نميكسيه. اذا بعد ما ميكسيتو يعني طحنته بيا مليح، راح نزيد نعاود ننظفه، يعني نقطرو مليح في المصفات يا البنات. المصفات لازم تكون من نوع هذاك الرقيق باش ما تخرج لكمش هذوك الحبيبات نتاع اللي لاصقه في الحبه نتاع الفرازه. تلقاو واحد الحبيبات هكذا لاصقين، لازم هذوك نحاولوا ما نخرجوهمش يا البنات. تقدروا حتى تصفيوه في شاش يكون نظيف ونقي. اذا ونزيدوا لتر واحد اخر نتاع الماء هكذا، نخرجوا مليح، نحاولوا ما نخرجوش هذوك الحبيبات الرقيقه هذيك هكذا كما راكم تلاحظوا. اذا هنا بقات هذيك الرغوه هذيك الكشكوشه هذيك لازم نصفيوها، لازم يا البنات نحيوها باش نتحصلوا على الشربات تكون خفيفه وبنينه. اذا نتلاقاو في نهايه التقديم. اذا نشوفوا الشربات نتاعنا ما شاء الله ولا اروع، خفيفه خفيفه وبنينه. هنا حطيتها راهي بردت لي، يعني بردت لي مليح في الثلاجه، وقدمتها ما شاء الله وصحيه ما شاء الله، منعشه ومغذيه وطبيعيه. بالنسبه للسكر اللي يحب ما يديرش ما يديرش، ولكن اللي في خاص كما راكم تعرفون فيه شويه نوعيه تاع الحموضه، اكيد ما تقدروش تشربوا هكذا. اذا راح نسربي لكم باش تشوفوا القوام. إذن هذه وصفة الشربات بزاف خفيفة وبنينة وباردة ومغذية ومنعشة ومنشطة، نتمنى تعجبكم وتنال رضاكم. دمتم لي أصدقاء وأوفياء، أترككم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.